السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في تحفيل التحفيل. اقاله فييرا. طبعا معروف السبب الرئيسي لاقاله فييرا هو ايه؟ يعني اقلوه لاسباب معروفه، مش اسباب فنيه ولا تراجع الزمالك. تراجع الزمالك معروف عشان ما فيش ضربات جزاء، ما فيش احتواء، وبالنسبه لكلاتنبرج هنتكلم عليها قدام شويه. فطبعا ده سبب مستوى تراجع الزمالك. فييرا اكتر مدرب محظوظ واكتر مدرب هجاص. ليه بقى يا عم؟ اولا هو جه فتره الاحتواء وفتره الفار والتحكيم والموالاه والمحاباه لنادي معين، ومعروفه ضربات الجزاء، يعني 27 ضربه جزاء في الموسم، يعني حاجه غريبه تقريبا. زيزو هداف بضربات الجزاء، مستوى تراجع، ما فيش منشطات. ففييرا جه في الوقت ده، وقت ان الدوله واتحاد الكوره بيهدي الدوري للزمالك. لا، وبيقارنوا فييرا بجوزيه اللي كان بيصحى الصبح يغير ريقه على بطوله افريقيا وسوبر افريقي ودوري وليله كبيره كده. لذلك يا باشا، معروف السبب الحقيقي لاقاله فييرا. اقاله فييرا هو رفع جمهور الزمالك لبانر عليه صورته، وهو رافض وبيقول لهم، وحتى قالها لهم دلوقتي لما ترجع نتائج ابقوا علقوا لي بانر عليه صورتي. طيب يا باشا، انت طبعا هو واثق ان النتائج هترجع، واثق ان الاحتواء هيرجع، ضربات الجزاء هترجع، وده سبب اقاله فييرا. نفس عاده مرتضى منصور، العظمه والكبرياء. الرجل الاوحد في نادي الزمالك بادارته بتاريخه بكل حاجه، هو عايز يبني تاريخ لنفسه. فبالتالي هو دلوقتي مستني الاحتواء يرجع والدنيا ترجع. نفس فكره مره كان احمد حسام ميدو ماسك الزمالك في ارض الملعب عامل اجتماع فكان بيقول احمد حسام ميدو عمال يشكر كل الجهاز الفني وكل الناس، فنسي مرتضى واقف جنبه غمزه وقال له وانا. فهي نفس المبدا ونفس البانر ونفس الفكره، ولكن كالعاده جمهور الزمالك بيتعلق باي اشياء يعملها اسطوره. شيكابالا اللي باعهم كذا مره عامله اسطوره، فييرا اللي كسب دوري وكاس يعني عامله اسطوره. فحاجه غريبه جدا. ودوري وكاس طبعا، والدوري اللي قبليه معروفين بالفار بالتحكيم بكل حاجه، شغل احتواء وشغل سيء جدا. النقطه الثانيه معانا كلاتنبرج. طبعا السبب الرئيسي في اقالته او الراجل يأدب استقالته ويمشي هو الفضايح اللي شافها. الراجل فضحهم في كل الصحف العالميه. الراجل اتكلم على الزمالك بعينيها، برئيسها، بجمهورها، بالحكام، المحاباه ليها، بالايد الخفيه اللي جوه اتحاد الكوره، وكالعاده زيه زي كروش فضح اتحاد الكوره. فده دليل يا جماعه ان مفيش اي زملكاوي يتكلم على التحكيم ولا العداله ولا الكلام ده كله. دي حاجه يعني سيئه. جمهور مخه في حته تانية، يعني جمهور عامل مخه من بنها. يعني كلاتنبرج فضحهم، كروش فرح اتحاد الكوره. انتوا عارفين الحقيقه وبيخبوا. يعني يعملوا ايه؟ يعني انا مش فاهم انتوا بتحاولوا تقنعونا بايه؟ ان انتوا بتصدروا القرعه تتباهى بشعر. هي طبعا في مثل تاني بس انا مش هقوله، القرعه تتباهى بشعر بنت اختها. فالموضوع غريب قوي، يعني انتوا بتكذبوا وكدابين وحاجه زفت. النقطه الثالثه معانا، عندي كام تصريح كده. تصريح مدحت شلبي ان الزمالك بيعاني من تلاحم البطولات. ازاي يا راجل؟ يعني يا راجل ازاي تلاحم بطولات؟ ايه بس ده راجل ما بيشوفش كاس العالم، بيخرج افريقيا من دور المجموعات وبتطير دور 16. يعني ده المره الوحيده اللي وصل فيها قبل النهائي ساب ماتش الدوري وهرب. حادثه الاتوبيس المشهوره والعيال نزلت تعمل بيبي في البنزيمه. يعني ده عم مدحت حرام عليكم بقى، كفايه اكل عيش وكفايه اون سبورت، يعني حاجه صعبه. الباشا بقى، هختم بالباشا خالد الغندور وقع الكرامه، وقع الانسان، بيغير المبادئ كالعاده، بيغيروا كل المبادئ، بيغيروا كل حاجه. قال لك ايه يعني لما زعق للصحفي وانا بيزعق لي، وياما شتمني وياما اتضربت بالقلم يعني انا ما جاش في دماغي والله اي تفسير للموضوع دوت غير انا كخالد انبسطت، انا كعاطف انبسطت. يعني اللي هو وخدني في الخرابه ورا في المواسير وانا كعاطف انبسط. هو كخالد انبسط وما زال بينبسط ولسه هينبسط. وقعت كرامتك واسرتك وعيلتك يا راجل، ده انت فضيحه على عيلتك، يعني خالد. انا كخالد انبسطت. السلام عليكم.